ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا خلاص العيد فاضل عليه 3 ايام. واو. 3 يوم الأربعاء. تعالي جنبنا بس كده. عامه يا جماعه طبعا الدنيا زحمه، فقلنا بقى ايه، ما بدهاش. نزلنا الهايبر اهو، هايبر زايد اللي في اكتوبر. هنجيب بقى منه حاجات، وبعد كده ان شاء الله اليوم بتاعنا هيكمل فين؟ هنشتري اللبس. أيوة. فهنقول بسم الله ونتكل على الله. هناخد لكم اليوم كله مع بعضه يوم واحد كده. هندخل هايبر دلوقتي ونشوف الحاجات اللي موجوده فيه، ونشوف الاسعار، ونجيب النواقص بتاعتنا، وبعد كده بقى ايه نبقى نكمل اليوم بتاعنا. يلا بصوا، في من البتراك ده اناناس وليمون ونعناع وفراوله ومانجا وقمر الدين، وده نعناع وورد ولوز، قمر الدين، رمان، خروب، تمر هندي. بس ايه مش عارفه ايه حكايه اللوز ده، اللي اول مره اشوفه بصراحه. ده الواحد ده ب51 95، ده 71، ده 62. فروتي برضو تانج في العصير ده. بصوا العصاير، فعصير بيورلاند 4 وربع، عصير بشاير ب4، عصير تويست 4 وربع برضو، وفي سان توب ده ب7 جنيه 95 قرش، يعني 8 جنيه. العصير الكبير اهو ب12 95 16. بصوا دي عايزة واحد. 25. طب انتوا عارفينها يعني؟ طيب ماشي، خدوا 2. أنا عايزة اللي هو ايه اللي فيها كولا. لو لقيتيها. بصوا في المراعي هنا التاني الصغير ده، الكبير ب25 او بكام، ب22 45 قرش، والصغير ب10 جنيه. في بقى برتقان وجوافة، تفاح ومانجا. جبنا دول. ماشي برتقان، ماشي تمام. تعالوا نشوف برضو البيور. البيور ب28 بكم، ب37 اهو. البيور الصغير ب10 ونص، والبيور الكوكتيل ب28. هو والتفاح اهو. في عصير خروب برضو، خروب 12. في رمان ماشي، وفي الفيمتو ب10 75، وباربيكان ده ولا سامعين مشغلين تكبيرات العيد. مش عارفه انتوا سامعينها ولا لا؟ ايه رايكم؟ لبيك اللهم لبيك. أنا بحبها أوي. واحده من الناس هي بتحبها. بس ما شاء الله حلو. وأنا احنا سامعينها، هي التكبيرات دي الناس كلها بتحبها على فكرة. كل ما يسمعوها عندنا في البيت يقولوا بصي التكبيرات اشتغلت. هو مشغلينها هنا في خيبر. يلا بقى نكمل. سكر بني وسكر ابيض، في ده وفي ده. بس هو ده اللي عندي. مكعبات سكر. ده فانيليا سايلة والوان، اخضر وازرق واسود 15. ودي فانيليا سايلة اهي. السكر ب20 75. السكر الابيض ده اللي هو ده 20 75. 20. الساعة ب33، ورز الضحى ب34 ونص. صح يا ندى؟ مكرونة 12 ونص 14 وربع، وفي دي ب32. ريجينا 17. حلوة ريجينا، لاجل النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مكرونة الضحى 16 ونص، وايطاليانو 15 ونص اهي.
كذا حاجة. وفي ايطاليانو اللي هي الكيلو ب37.5. الصلصة عليها ال4 عليهم خصم 10 جنيه. خدوا حطيهم. يا ماما نعم. هو ب10 ولمتنا ب10 برضه. المطبخ ب8 ونص. حبوب الشيا والقنوة. حاجات بسكوت. رز بني. جيبي حاجة من دي طيب. مبخرة برضه هي، بس المبخرة دي بالكهرباء. دي المبخرة دي. المبخرة دي شكلها حلو قوي بس خفيفة. لو كانت تقيلة كنت جبتها لستك. خفيفة قوي. ده دي فواحة. بص الفيل ده 150. شكله حلو قوي. وسط. دي عاملة زي اللي كانت عندي. بص الجزء ده. حاول نمسحه. ان شاء الله حلو قوي. الآلات سعرها ضرب خالص. دي ب805 ودي ب1000. يا نهار ابيض. والله كنت حاساها دلوقتي 25. دي بصي ب1000. تلعبي؟ بصوا والنبي الهبل اللي هما بيعملوه. يا عيلة رد فعلهم لما جبتهم عند الباتيناج. بص مالك لما تيجي السنة ده انتوا اللي هاتيهولنا. هي مالك جاية؟ مش جاية؟ طب خلاص. خلاص ماشي. دي عوامات اطفال. ايه ده؟ الله، ده احنا ندخل بص جواها. دي 239 265. ياه، فاكرة يا أمي لما كان عندنا دي؟ وفي البطة دي ب100. ما كنتش بحبها. تبقي مش مبتدئة، تبقي عالية في السباحة بنضارتها. أنا كنت خلاص الكرة ب164 برضه. كنا بنطلع هنا كفر. والعوامات اللي فوق دي ب80 و85 و99. النضارات شمال. روحي بس كده وامشي وبص شمال. نعم. ماما عايز شنطة دي. طب روحي بس كده وبص شمال. سيبي البتاع دي.
بس روحي روحي بس. بص بقى فرحانين. شطار. رجعنا الحمد لله. عايزه اقول لكم ان احنا كده عملنا مشوار واحد. احنا كنا متفقين ان احنا نروح مشوارين، هنروح هايبر نجيب حاجات ونرجع ننزل نشتري ايه، طقم لكل واحده من البنات. فهنشوف كده هننزل تاني ولا لا. استنوا كده بقى نسأل البنات الاول. طب اقعدوا اقعدوا بصوا. بصوا جايين عاملين ازاي. طيب بما انكم خرجتوا اول مشوار، الخروج كانت حلوه؟ هي مش فسحه بس كانت مشينا يعني وجبنا شويه حاجات وشوفنا شويه حاجات. والاكل كان حلو. بس في حاجه ما جبتهاش وزعلانه. ايه؟ كانت عايزه يا جماعه الخضار المجفف. اجيب لها منين الخضار المجفف؟ كان قدامنا الراجل اللي هو بيبيع مكسرات ومش عارف. ما كانش عنده. لا كان في راجل تاني بيبقى بتاع كبيره. طب هنروح نسال انت. بتقول له في خضروات مجففه؟ لا المجففه. بتقول له في خضره مجففه. طيب عامه من قادر ينزل تاني؟ انا مش انا. طيب عامه يا جماعه، بس احنا هنرتاح ممكن نقعد. بصوا يا جماعه اقول لكم حاجه. الساعه دلوقتي 7. الساعه والله 7. 7 ل 10 دقايق بالظبط. تمام. انت في ايه؟ يا احنا نازلين 12 ونص مش عارفه 12. نازلين 1:30. ايه ده؟ لا 12. احنا قبل ما ننزل هنا كانت 12 وحاجه و50. يعني واحده. تمام. قعدنا هناك 6 ساعات بس ما كانش زحمه، ما كانش زحمه قوي. على العموم يا جماعه هنرتاح شويه وهنشوف لو قدرنا ننزل ايه. هنكمل معاكم الفيديو في الشارع. لو ما قدرناش بصوا واحده ما قدرتش من الاول. لو ما قدرناش يبقى ايه، يبقى نقفل معاكم الفيديو برضو ان شاء الله على خير بالليل بقى. بس نرتاح شويه بس كده. مش مكتوب لي ارتاح. لسه هغير هدومي لقيت الراجل كلمني بيقول لي السجاد تحت هنطلعه. قلت له اتفضل. الناس اللي سألتني على الحامل، هو ده الحامل يا جماعه اللي انا بستعمله بس ده جديد. الحامل اللي عندي مكسور، فانا هستقبل بس السجاد وافتحه لكم واقول لكم مواصفاته وسعره عشان خاطر الناس اللي سألتني. طبعا مش شرط ان اللي يشتري حامل زي ده يكون عنده قناه او ما عندوش. عادي، انا ساعات بستعمله ان انا بحط التليفون عليه وبتفرج مثلا على مسلسل على فيلم، بصور العيال بيه، بصور نفسي بيه، عادي مش هتفرق. بس عايزه اقول لكم ان ده زاد الضعف. يعني ده كان ب 300 جنيه بالحته الصغيره بتاعت الموبايل اللي فوق.
دلوقتي بقى ب 600، يعني بقى ب 550، والحته دي ب 50، بقى ب 600، الضعف ما شاء الله. على العموم السجاد جه، هستلم السجاد وبعد كده نيجي نكمل. ادي السجاد جه الحمد لله اهو. الناس بس اللي سألتني خد مني على المتر 10 جنيه، يعني دول كلهم كده، السجادتين الكبار والسجادة اللي هي عند السفرة والمشايات التلاتة اللي في أوضة ملك وندى واللي كانت في الطرقة وواحدة من اللي كانوا في أوضتي، دول كلهم ب320 بس كده اهو. الحمد لله اتغسلوا وجم، وفي أي وقت بقى أفرش الشقة على طول. تعالوا بقى كده أوريكم بقى الحامل بالمرة عشان خاطر ايه يبقى أنا كده خلصت اليوم بتاع النهاردة. في الأول بس كده ده الحامل اللي هو القديم اهو زي ما انتم شايفين اهو، بس انا مش فرداه كله طبعا. بيبقى ممكن بقى الحاجات مثلا يبقى كده، لو مثلا عايزين تحطوا التليفون بالعرض بتحطوا كده، عايزين تحطوا بالطول مثلا بيبقى كده اهو اهو كده. ده القديم، ده عندي بقاله سنتين يعني ما شاء الله عليه. هو بس عشان خاطر الحتت دي بتبقى متوصله ببعضها، فانا عندي 2 منهم اتخلعوا، فلما باجي مثلا افرد الايد ولا حاجه بلاقيها اتشالت فبتتكسر معايا، فهي دي المشكله او الحاجه الوحيده اللي باظت فيه يعتبر. عشان كده بقى جبت التاني. يعني بصوا اهي، بصوا عملت ازاي، دي بتتخلع بقى كل ما اجي مثلا اشدها الاقيها اتكسرت، دي والتانية دي. تعالوا بقى ايه نفتح بقى الجديد. طبعا انا هشغل نفسي بده عادي لحد بقى ايه ما يتخلع خالص وابقى افتح الجديد. بصوا حبايبي اهو، ده بيكون مفروض كده على الاخر، ليه 2، يعني ليه 2 تطولوه قد دي مرتين. بسم الله. بيكون جاي في الاول ملزوق، نشيل بس اللزقه دي. استنى. تمام، دي بقى اول حاجه اهي. بص هنا. بيكون جاي في ايه، في الحافظه بتاعته او الشنطه بتاعته دي. يعني مثلا لو حد حابب ان هو يجيبه عشان سفر ياخده معاه وهو مسافر، فدي بصراحه حاجه بتحميه وبتكون سهل ان انتوا تحفظوها فيه بعد كده. اهو ده بيكون شكله. طبعا دي بتتخلع، بتحط فيه كاميرا، بتحط فيه موبايل، اي حاجه مش هتفرق. اهي دي اللي بتتحكم في ايه، في الحته اللي هي دي، ان هو مثلا هتعملوا التليفون بالعرض ولا ايه بالطول. نقفلها مثلا اهي، ربطناها، يجي مثلا حد يفتحها مش بيرضى. دي تتحكم في ايه، تتحكم في دي كده، تتحكم فيه مثلا ان هو يروح ويجي كده. ربطناها اهي، ثبتت. بصوا ثبتت خلاص كده اهو اهو. نفس الكلام اهي، بس مش عايزه افرده على الاخر. انا كده كده وريتكم الطول التاني، هو عامه بيكون مكتوب عليه الطول بتاعه، بس انا مش عارفه طوله كام بصراحه. يعني بصوا الحته بقى اللي بقولكوا عليها اللي هي الصغيره دي بتتحط هنا اهو، هوريها لكم دلوقتي. بصوا دي القطعه اللي انا بقولكوا عليها اهي، هي دي القديمه اللي عندي اهي، ودي الجديده اللي انا جايباها اصلا للحامل ده. في كمان حاجه عايزه اوريها لكم، ده اللي هو الصغير ده اللي انا بصور بيه ده. بصوا بقى، ده ممكن يتعمل على السور، يتربط كده على السور لو حد مثلا عاوز يصور حاجه ماشي وسايق مكنه او عجله، ممكن ده يتلف كده على الجدون او الكلام ده. يعني لو قاعده يتحط على المكتب كده عادي، يعني ليه كذا حاجه وحلو. اسمه حامل غوريلا. ده بص ممكن برضه يبقى بالطول او بالعرض. ده كان ب100، دلوقتي بقى ب200 ما شاء الله، 150 و50 دي. كان الاول 100 بالبتاعه بتاعته دي، بقى ب200، يعني يعتبر الحاجه زادت الضعف. عايزه برضه اوريكم حاجه كمان. الناس بس اللي بتقول لي هاتي مايك هاتي مايك، يا جماعه بصوا والله والله والله، ادي واحد، بسم
بسم الله عدوا معايا. ادي واحد اهو، استنوا كده، ادي مايك صغير اهو ماشي، وادي مايك تاني معاه متر، معاه 6 متر سلك اهو اهو، وادي مايك تالت اهو بويا. بس مع الاسف انا بصور بموبايل اوبو، والاوبو ما بيشتغلش عليه ولا نوع من المايكات مع الاسف. وجبت المايك اللي هو الوايرلس ابو 1500 اللي هو من غير سلك خالص، ورجعته لانه ما اشتغلش على التليفون. قال لي هي شركه اوبو نفسها مش داعمه حته ان انتوا تشغلوا المايك يعني. طبعا المايك ده يشتغل على كاميرا، يشتغل على اي تليفون غير الاوبو. بصوا لو على كاميرا بيتظبط هنا اهي، دي كده بتطلع على الكاميرا، كده بتنزل ان احنا نقفلها تبقى سمارت فون يعني للتليفون اهو. مايك 2 3 والتلاتة كده مركونين. لما بقى ان شاء الله اجيب تليفون، لان كده كده الايام الجايه دي هجيب تليفون عشان التليفون بدأ يهنج. هجيب تليفون بقى غير الاوبو، مع ان بصراحه بحب كاميرا الاوبو بس مش مشكله. ده كان ب200، معرفش بقى دلوقتي سعره وصل لكام، بس اكيد يعني عدى ال500 لان الحاجه دلوقتي سعرها زادت الضعف وكده. كان جاي معاه دي، وكان معاه وصله صغيره بتتحط هنا لو هتشتغل على كاميرا. وسألت على الكاميرا عشان خاطر انا كنت عايزه اجيب كاميرا من بدري. الكاميرا اللي هي كانون 250 عامله 22,000، يعتبر دي انسب حاجه يعني في سعر او حاجه يعني نستعملها. فمبدئيا كده انا هجيب تليفون احسن. المهم يا جماعه اقفل بس، هقلب الكاميرا. يا رب بس اكون فدتكم بالحامل وبالمايك وبالحاجات دي كلها. والناس اللي سألتني يا رب يشوفوا الفيديو ده ويكونوا استفادوا منه. كان نفسي ان انا اكمل معاكم الفيديو ان احنا ننزل يعني ونكمل اليوم بتاعنا بره، بس مع الاسف الاتنين ناموا جوه، ناموا. الساعه دلوقتي داخله على 8 بالليل، فانا بالنسبه لي شايفه ان خلاص كده اليوم خلص. خلاص بقى يبقى ننزل بقى بكره ان شاء الله تاني. نجيب اللبس. هو انا هجيب يعني حاجات بسيطه لكل واحده، هجيب طقم لكل واحده وخلاص. فاقول لكم بقى سلام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان فيديو بره وكان فيديو حلو وفسحتكم معايا تاني. واستنوا بقى فيديو المشتريات بالحاجه اللي احنا جبناها من هايبر. وعايزه اقول لكم ان احنا جبنا حاجات حلوه، وجبنا حاجات البنات هتجربها في قناتها يعني. استنوا بقى كده عشان تعرفوا احنا جبنا ايه يعملوه في القناه بتاعتهم ويجربوه، يعني حاجات بقى بعيد عني خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم. ولو في حاجه حابين ان انتوا تضيفوها لي مثلا او تعدلوها او تقولوا لي رايكم في حاجه، يا ريت. انا مستنيه كل الاراء وبتقبل النقد عادي جدا. يا رب يكون الفيديوهات الايام دي كويسه ومواعيدها بتبقى مناسبه ليكم وفيديوهات مناسبه وكل حاجه. اسيبكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هغير بقى. سلام.